السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار دائما الدفاع عن الموروث الثقافي الجزائري، رسالة مهمة وخطيرة، وهي التحرك ضد صفحات تنشط في الجزائر. الهدف منها شراء الألبسة التقليدية الجزائرية من قفطان وكراكو وقندورة وغيرها، والهدف منها هو نقلها إلى مهلكة بوسبير لوضعها في المتاحف على أساس أنه تراث مغربي. وشاهدنا مؤخرا عرض أزياء بالألبسة التقليدية الجزائرية قديما منها القندورة، حتى أن ربما القندورة لا تليق فقط إلا بالجزائرية الشريفة العفيفة. وشاهدنا أن عاهرات مغربيات، ويظهر ذلك من ملامح وجههن، أنهم ظاهر العيان أنهم عاهرات مغربيات يلبسن الألبسة التقليدية الجزائرية بعدما تم سرقتها من الجزائر، وذلك لأن نعلم أنها دولة فقيرة لا تراث الأخلاق لهم. لذا هذه الصفحات هي خطر على الجزائر. أي شخص يجب أن يقوم بتبليغ وكيل الجمهورية، وهنا أطالب خاصة مديريات الثقافة في مختلف الولايات، يجب التحرك وإبلاغ وكيل الجمهورية ضد هؤلاء. والذي يستطيع استدراج هؤلاء إذا كانوا مغاربة لا تتعامل معهم بطريقة، تعامل معهم بحزم، خاصة أن كانوا مغاربة. كذلك نطالب أي شخص يعلم أن هناك مغربي في الجزائر بدون وثائق يبلغ الدرك الوطني، يبلغ الشرطة الوطنية. وشاهدنا ماذا فعلوا في حق الجزائريين الذين ذهبوا لمشاهدة كأس إفريقيا. ضربوا، شتموا، تم تجويه السمعة تاعهم. لذا عدم التسامح مع هؤلاء الأنجاس. لذا كما قلت عدم التساهل. الأمر الغير مقبول، وهي رسالة إلى المسؤولين، غير معقول أنه مغربي يأتي إلى الجزائر يعمل ويتحصل على ملايين الدولارات ويقوم تحويلها للمغرب ولا يدفع أي ضريبة، والآلاف منهم الآن في الجزائر بدون وثائق يعملون. هذا لا يعقل، ربما يشكلون خطر على الجزائر. العقلية المغربية الصهيونية هذا ربما يكون جماعات نائمة في الجزائر تنتظر الوقت المناسب ربما للقيام بأي عمل ضد الجزائر. هذا غير معقول. إذن يجب الكل التحرك والدفاع عن الموروث الثقافي الجزائري ضد هؤلاء الأنجاس. نشاهد الآن يسرقون الحلويات الجزائرية وتغيير الأسامي، لأنهم بدون أخلاق، بدون تربية، حيوانات. هذا الجار، هذا الجار هذا. أنا الحمد لله إحنا لا أسرق ولا قعد، إحنا نقعدوا دولة الحمد لله متحضرين ومتقفين، والحمد لله ماشي هامج. وين يروحين ينشروا الرذيلة والدعارة وعدم شعب مقرف. إذن هنا كي نهضر على الحلويات، الكل اللي عندهم صفحات حول في وسائل التواصل الاجتماعي حضر المغرب من المشاهدة. وأي شخص يقوم بالإبداع في إنشاء في إبداع في تحضير حلوى جديدة، لا تضعها مباشرة في اليوتيوب والفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، قم بتسجيلها. وهنا الدور تاعك أنت. ما تخليهش هما ما عندهمش اصل، ما عندهمش شرف، ما عندهمش اخلاق. هو الهدف تاعو المال، الدعاره. المهم هذه هي ما. وهنا الهدف هو الضرب للجزائر. اي شيء يقول لك تراث مشترك، اي شيء. هنا الهدف هو تقزيم الجزائر والضرب بالتاريخ الجزائر، لانهم انجاز ليس لهم لا تاريخ، ليس لهم اي شيء. نلاحظ مؤخرا كما قلت، حتى ربما مؤخرا نكتشف ان اللباس التقليدي الجزائري عنده خصائص خاصة، من بينها كما قلت الأكمام مفتوحة وقفطان جزائري. قاموا بإنتاج آلاف القطع ويقومون بترويجها على أساس تراثهم، لأنهم شعب فقير ليس له أصل، ليس له تربية، ليس لهم. شاهدنا ماذا فعلوا في حق الجزائريين في مهلكة الشر. الكل يجب التحرك. تخيل أن المغربي الأخلاق تاعو أنه في الجزائر ربما نحن سلطة المصيدوان
في الجزائر منذ عدة عقود وقت الاستعمار الفرنسي. وفي الجزائر يقومون بإعداد هذه السلطة في الأعراس، ويقومون بتقديمها بطريقة تليق بالأعراس، لأن نحن معروفين أن من ثقافتنا أنه حتى الأكل ربما يقدم بطريقة راقية. تخيل قاموا بسرقتها وأصبحت سلطة الجاردة المغربية، ويأتي السائح ويقول سلطة مغربية. تخيل انت هاد الحيوانات كيش يخمو. سلطة يسرقوها ويرجعوا على أساس تراثهم. حتى طريقة التقديم، السفة الكسكسو، هما كان عندهم السفة الشعرية 6 سفة الكسكسو، يسرقوها ويسرقوا حتى طريقة التقديم، ويقدموا على أساس أنهم تراثهم، أنهم ثقافتهم، لأنهم عبيد. والحلويات حدد ولا حرج، من البني والنصبح حلوى بدون فران، غريبية الورقة أصبحت مفلحة، المشوكة أصبح مولزة. شعب حقير، هما مخلوعين أنه تراث غني، الجزائر لديها تراث غني وضخم، ونحن لا نسعى إلى أنه نروج لهذا، لأننا هذا لينا احنا ملوك، احنا ملوك لينا احنا كي ناكلوا في عياد تاعنا ولا في افراحنا ولا هذاك اللي نديهم لينا، ماشي مخلوعين نتوما تروحوا تحطوهم تزوخوا بهم للسائح، تتفخرون للسياح بتراث الجيران على اساس تراثكم لانكم نجس. هم يعلمون انتم اصلكم وفصلكم، يعلمون انكم عباره عن قطيع صالح فقط للدعاره. لذا عدم التساهل مع هؤلاء، التحرك ضدهم. تخيل ان مسفوف بالجلبانه والغر، حتى هذاك سرق واصبح. قال لك كان سمعوا نوال القاضي، زميلنا نوال القاضي، قالت انه مسفوف منطقه الامازيغ ولا منطقه الامازيغ، واش الامازيغ ما على باليش. شعب كذاب هادو، شعب هادو تروحوا ليهم ما تروحوش عندهم، قطعوهم، ما تزوجوا بهم، ما تناسبوهم، ما تهضروا معاهم، هادو نجس شفناهم حتى ربما مثقفين. صحفي قناة كبيرة انه يدخل في واحد المتاهات، هذا لا يعقل. شوفوا المستوى تاعهم، حنايا ساكتين خاوة هادو اعداء. كان فكرت فقط هذاك الصحفي اللي طردوه من قناة الجزيرة، انه جاه النيف قال لك التلفزيون الجزائري يشوه صورة المرأة المغربية. التلفزيون الجزائري ذكر الحقيقة، التلفزيون الجزائري ذكر الحقيقة أن النظام المغربي يتاجر بشرف المرأة المغربية وليس الجزائر. هناك عدة، لو كان جيت صحفي صح، كان جاء صحفي صح، صحفي عنده أخلاق وعنده قيمة، يشوف كان مئات الفيديوهات لمغربيات يناشدن العاهر المغربي للتدخل لإخراجهم من جحيم الدعارة في دول الخليج. التلفزيون الجزائري فقط ذكر أن النظام المغربي يتاجر بشرف المغربيات، وهذا معروف. أنا كنت شاهدت في تركيا مجرد وصول الطائرة المغربية 30-40 أم شنطة وينتشرنا، والله غير حاضر لها أنا. وصلوا واحد 30 ولا 40 أم شنطة. قعدت شاب تركي صغير في العمر، حكمت التليفون، دارت جوجل تراديكسيون ودخلت معها مباشرة، ذهبت ورحت معه. تخيل، غير مجرد وصولها إلى المطار. وكذلك خطرة أنه ما تنسوش أنه نصف الشعب المغربي يحمل فيروس الإيدز. ردوا بالكم، أي علاقة مشبوهة مع هذا قد ربما تحمل هذا الفيروس. نصف الشعب المغربي يحمل فيروس الإيدز، و50% من الشعب المغربي ولادات خارج إطار الزواج. نحن فعلا أمام إنجاز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.